وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي: نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي هو أهم وأكبر مباراة أخوضها في حياتي. محمد مجدي قفشة: اللعب في النادي الأهلي نعمة كبيرة ويجب على كل لاعب أن يكتب التاريخ لنفسه. علي معلول عن مواجهة الترجي التونسي في نهائي الأبطال: كل مقابلة لها أحكام، صحيح أن التاريخ ينصف النادي الأهلي في بعض الأحيان، لكن التاريخ لن يكون فاصلا في تحديد بطل أفريقيا، والمباريات النهائية لا تحسم بالتاريخ. الفريق الذي سيكون حاضر خلال 90 دقيقة هو من سينتصر. لاعبي الأهلي لديهم خبرات كبيرة، ونحضر للمباراة بشكل قوي جدا لمواجهة الترجي، وإن شاء الله نحن من سيفوز باللقب. إمام عاشور: أتمنى منذ زمن أن ألعب فاينل أفريقيا، وهموت نفسي علشان أحقق البطولة، وفي لاعبين كتير حققت البطولة مع النادي الأهلي، ولكن دي أول مرة بالنسبة لي، وستكون مختلفة جدا، وسأسعى وأجتهد طوال المباراة لتحقيق اللقب. أحمد شوبير: باب الحل الودي في قضية الشحات والشيبي تم إغلاقه بشكل نهائي بعد تكرار الأخطاء الفادحة خلال مواجهات بيراميدز الأخيرة في الدوري. الإعلامي محمد شبانة يفتح النار على اتحاد الكرة: اتحاد الكرة لا يحترم الأندية، وهناك شعور بتوجيه الدوري نحو فريق معين. وما هو السبب وراء الأخطاء التحكيمية المتكررة والساذجة؟ وهل البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ماسك زلة على أعضاء اتحاد الكرة؟ رسميا، فيفا يعلن استضافة قطر ل3 نسخ متتالية لبطولة كأس العرب 2025 2029 2033. فيفا يعلن تشكيل قواعد جديدة لمباريات الأندية التي ستلعب مباريات الدوري خارج دولتها، ويشترط توفير الترتيبات الكافية للمشجعين لحضور المباريات خارج الإقليم.